بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض ايه؟ الكشري المصري. الكشري المصري بتكاته وحركاته وفي البيت وبسهولة جدا ومفيد وحلو ونضيف عن الشارع كمان. هنا معانا المكرونة بتاعتنا اهي، مكرونة خواتم، مكرونة سباكيتي، ومعانا الطماطم بتاعتنا، ومعانا العدس بجبة مغسول ونقعاه في المية، ومعايا ايه؟ الرز. دي كوبايه عدس ودول كوبايتين رز. وهنا البصل بتاعنا الحلقات اللي مقطعينه للتحمير للتزيين. وهنا البصله بتاعتنا اللي مقطعينها ايه، اللي هنحمرها ونعملها للرز كده. هندخل مع بعض يا حبايبي، هنشوف مع بعض هنعمل ازاي. بس فضلا وليس امرا يا حبايبي، اشتركوا كده في القناه وفعلوا زر الجرس علشان قناه الطبخ للجميع توصل لكم يا حبايبي، عشان تستفيدوا منها ومن الطرق المفيدة اللي أنا بقدمها. أنا بقدم طرق مفيدة وسهلة جدا وبسيطة جدا، أبسط مما تتخيلي. كلنا يا حبايبي ستات بيوت، وفي الوقت الراهن ده احنا ما عدناش قادرين ان احنا نجيب حاجه من بره. بدل ما تقولي لابنك او حاجه، او هنجيب غدا النهارده من بره كشري يا حبايبي، الطبق كده تاكليه يا حبيبتي تجوعي مش تشبعي بمبلغ وقدره يعني. هنا اللي ناقص معانا اللي هو حمص الشام. انا ولادي ما بياكلوش حمص الشام، فانا ما بعملوش، بفضل ان انا ما اعملوش، مش عشان اعمله هو اوري لك يا حبيبتي ارميه، لا يبقى كده انا ايه، ما استفدتش حاجه. فهو عامه هو بيتسلق وبتحط على الاكل، يعني سهل جدا وبسيط للي بيحبوا بعمله. هنخش مع بعض كده يا حبايبي ونشوف احنا هنعمل ايه. هنا يا حبايبي انا هفضي كده شويه زيت حلوين يعني محترمين كده للتحمير، ومش شرط ان انا هفضي زيت كتير ان انا هطبخ فيه كله، لا انا هشيله بس ده عشان يبقى للبصله للتحمير. عشان البصله عايزه زيت كتير للتحمير ما تتحرقش. يا حبايبي هنا انا هرش على ايه، على البصل معلقه ملح كده اهي، علشان ايه يحمر بسرعه. ممكن ترش معلقه نشا كمان، بس انا مره كنت حطيت نشا فحسيت بمراره في البصل، فانا ما فضلش اعملها تاني. اهو واعمل حسابي اهو يا حبايبي، شايفين بحطكم من بعضه كده عشان يبقى الحلقات بتاعته تبقى سهله وتتحمر بسرعه. بنفككه كده يا حبايبي. عايزه تعملي حلقات، عايزه تعملي جوانح يا حبيبتي انت ومزاجك، ده اختياري ليكي. اهو نحط عليها السراي كده اهو، ونقلب على طول، نقلبه بحيث ان هو ايه يفك من بعضه. وهنا ولعت على الميه بتاعه المكرونه دي، بتاعه سلق المكرونه. هنا اهو يا حبايبي طلعت البصل وصفيت الزيت اهو، وهعمل منه ايه، هنزل منه كده، هرجع تاني اطبخ منه بقى ايه. هعمل منه البصله بتاعه العدس، شايفين اهو البصل اهو بسم الله ما شاء الله، سامعين خرفشته اهو. هنا هحط البصله على السريع كده دي بتاعت العدس. انا بعمل كله الرز والعدس
في حله واحده. وبعمله ببصل الاول، هوريهولكم كده واعمله قدام منكم. بعمل كله في حله واحده وصفاه. سامعين؟ فرفشه، مفيش بعد كده. اللي هيخلص كده اشيله في جنب. وهنا مصفيه الزيت اهو عشان هشتغل منه. يا حبايبي يا ستات البيوت يا بنات يا حلوين، بتلاقي ريحته روعه والله العظيم. الريحه جميله، الزيت نفسه مكان التحمير مش ريحته زياده زي النخل، ريحته طعمها حلو، الريحه حلوه. وبتلاقي طعم الحاجه اللي انت بتعملها في البيت يا حبيبتي بتبقى طعم وريحه حاجه تانية. عشان اقول. وهنا انا حطيت المكرونه تتسلق جنب مني اهي. قطعت شويه الاستفيت عليها يا حبيبي. وهنا شايفين اهي. والبصله مرت كده لونها ذهبي، هفضل انزل عليها بشويه شعريه. انا بفضل الشغل، الحاجه اللي بتاخد شغل كتير بفضل اطبخها ايه في الالومنيوم. وبعدين احنا كلنا متربيين على الحاجات الالومنيوم وكده، فتلاقي شغلها مريحنا عن الحاجات الجرانيت والحاجات والسيراميك والتيفال والحاجات دي. اقل حاجه، اقل حركه معلقه فيها ممكن تتخدش وكده، وتبقى مش ظريفه في الاكل ولا في الشغل. هنا البصله اهي انا معاكم يا حبايبي شايفين والله واحده واحده. انا جايه هنا، انا فاتحه القناه لتعليم بناتي الحلوين وستات البيوت اللي لسه ما يعرفوش ايه يعني دخول مطبخ، او ما بيعرفوش يطبخوا حاجه. اي حاجه يا حبيبتي عايزاها برضه قولي لي عليها. طبخه انت عايزاها، طريقه حاجه انت عايزاها قولي لي عليها اقدمها. هنا انا هقسى عليها شويه اهي. انا بحب الرز بصراحه، انا بحب الرز بالبصله كده. الرز بالعدس بيتجب على بعضه بالبصله، بياخد من بعضه بيبقى جميل. وكله في حله واحده يعني، ده في حله واحده. احمرت اهي يا حبيبتي، احمرت اهي. وهنيجي بالعدس بتاعنا كده اللي هو اتبل شويه، بليته حوالي ساعه برده وايه، او نص ساعه زي ما تحبي. وممكن انا بكون مستعجله احيانا ما ببلوش. شوفي هجعلها هشوحه كده. هشوحه كده يا حبيبتي. هشوحه كده لما الماده الدهنيه يتشمع بالماده الدهنيه خالص اهي يا حبيبتي. وفي حاجه يا بنات اعملوا حساب ان الزياده البصل اللي انا محمره في الزيت كان فيه ملح، ولما صفيت الزيت فضل اثار ملح في الحله. خلي بالكم الحته دي وانتوا بتحطوا الملح بتاع الاكل. وهنا المكرونه بتغلي اهو شايفين. هقلب المكرونه برده بتاعتنا كده اهي لما تتسلق خالص. انا باخد الحلوه ده شغاله على الحله دي، مش عارفه اغطي الحله فيه اهو يا حبايبي.
شوحته كده شويه اهو. هقوم ايه مزوده بكوبايه ميه كده، اغلي برضو شويه كده دقيقتين قبل ما احط الرز. عمل حساب برضو الماء اللي هحطها عليه في الرز، في الفتق بتاع الرز وكده، وفي ميه الرز ما زودهاش. يغلي غلوه كده واقوم منزلها ايه، نازله عليه بالرز. هنا يا حبايبي هننزل عليها كمان بالرز اهو. هنا مش بقول لكم احنا بنتكلمش على كميه او على حاجه، احنا ما بنتكلمش او ما بنقدمش الكم، احنا بنقدم الكيف. احنا بنعمل ايه، بنعمل الطريقه ازاي، لكن الكميه بقى انت اللي بتحدديها، انت وعيلتك. يعني عيلتك قد ايه بتحددي الكميه اللي بتعمليها يا حبيبتي على قد عيلتك اهو. وتشوف الرز بتاعك بياخد ميه قد ايه وكده علشان الحاجه تبقى مفرفره معاكي. وهنا احط شويه رز، شويه ملح على الرز بقى اهو. ملح الرز العادي بتاعه العادي اهو. انا بحب كده كله يبقى على بعضه. بتلاقي طعم بقى، اما تجربيه كده بتلاقي طعم الرز واخد من العدس اللي بجيبه اللي معمول في البصله. قسما بالله العظيم بيبقى خطير. انا بحب اكله كده، انا صراحه انا بحب اكله كده. يعني انا بحب اكله من غير تقليه كمان ومن غير حاجه. اول ما بيستوي كده. هنا المكرونه بتاعتنا بتغلي. هنا المكرونه بتاعتنا اتسلقت، شايفين اهي اهي، واحده من واحده ازاي اهي يا حبايبي. وحطها ايه، هحطها هنا كده ايه على المصفى الصفه وبس، جنب ايه، جنب النار. احط عليها بس ايه معلقه كده، معلقه زيت اهي، بس بسيطه اهي عشان تفضل مفرفره كده ما تمسكش في بعضها لما تبرد اهو. هنا هنغطيها. وهنا الرز بتاعنا هدي، عمل نشف، وحطها على نار ايه هاديه كده على الشياطه. وهنا ديت بقى ايه، ما عادش الا التسبيكه اللي هنعملها، الطماطم بقى اللي هنعملها بتاعتنا. هنعمل الطماطم بتاعتنا اللي ايه، هنقطع بس بصله كده سريعه وبعدين ايه نعملها يا حبايبي. هنا هنعمل ايه التسبيكه بقى، يعني ما عادش عندنا الا الطماطم هي اللي هتتعمل. حطينا برضو زيت من اللي هو بتاع البصله اللي احنا محمرين فيه البصل، هنشتغل منه كله على المحشي كله، على الكشري كله. معلش الكشري والمحشي كله بياخد وقت مع الواحد اهي. هنحط البصله كده اهي يا حبايبي. هنا البصله شايفين البصله بقى لونها ذهبي اهو. ما هحمرهاش قوي عشان ما تغمقش الطماطم معانا. هنا في ممكن يعملها بتوم او حاجه، بس انا بحب اعملها ببصله. ننزل عليها كده اهي بالطماطم اهو. نقطه ميه كده اهو. هننزل عليها بايه، بالكمون. انا يعني احنا قلنا ايه، ان اي تسبيكه بتتعمل بالكمون او بالكزبره، علشان ايه لو اتعملت بملح بتسمر، لكن الكمون بيخليها لونها وردي وحلوه
عايزه تحطي شطه بقى حطي على حسب الرغبه بتاعتك وعلى حسب اللي في البيت ما بيحبوه بشطشط ولا لا. انا هنا الكمون بتاعي فيه شطه طبيعي اهو يا حبايبي. هنا الطماطم اهي خلاص قربت تتسبك كده، نقلبها. وهنا احنا طفينا على الرز بتاعنا المكرونه اهو، شايفين شايفينه بسم الله ما شاء الله. شايفين فرفر ازاي وفرفر خالص اهو، حبايه من حبايه. وهتلاقوا طعم الرز اخد من طعم العدس، طعمه جميل وحباته مفرفره يعني لا معجن ولا حاجه. وشايفين العدس مستويه خالص اهو. هنا هنعمل مع بعض بقى ايه اللي هو التومه اللي بالخل. ده بقيه الزيت كده بتاع البصل عملناه. ويا حبايبي كده التومه احمرت اهي، يعني بنخلي ايه لونها ذهبي كده، ما بنحرقهاش يا حبايبي وننزل عليها بفنجان ايه خل. وبرده بنزل على الفنجان الخل بايه بكرب من الطماطم كده اهو، بيغلي ايه مع نفسه كده اهو يا حبايبي. مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ايه، ولا اشهر محل كشري. زودنا طماطم شويه تغلي. هنا برضو هنظبط الملح بتاعها بس بعد ما تغلي، لان التومه انا دقها ايه بنطره شويه كمون. ما يتظبطيش يا حبيبتي، ما ينفعش تظبطي الملح قبل الغليه، لما يغلي وكل حاجه تغلي وتاخد مع نفسها كده تشوفي. ده اللي بالتومه، ده اللي بالخل كده، الدقه اللي بالخل تغلي وتاخد مع نفسها كده. اهو يا حبايبي هنا خلصنا وغرفنا اهو. ادي طبقه من الرز والعدس ومكرونه تقليه، وادي البصل بتاعنا، وديت الدقه اللي هي بالخل. بتعوزي بتحطي يا حبيبتي كده اهي عليها احنا ايه على حسب ما انت عايزه.
وده اللي كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي، فيديو الكشري المصري على معمول في البيت بطريقه حلوه وسهله وجميله ونظيفه وبكميه، يعني كميه قليله عملت لك كميه كبيره جدا واحلى وارخص بكتير من المحلات. عملته معاكم بالطريقه بتاعه الطبخ للجميع. اشتركوا كده وفعلوا زر الجرس عشان القناه تكبر بيكم وتوصل لاكبر عدد يا حبايبي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.